دلوقتي كرييت بروجكت. انا دايما لما بخش هنا على الصفحه دي كده الواجهه، انا بقسم الواجهه دايما لاربع حاجات اساسيه. اول حاجه الجزء اللي هو هنا ده بتاع الصوت والتكست، النصوص يعني، والاستيكرات والافكتات والانتقالات. يعني هنا ده المربع بتاع المحتوى. هنا تاني جزء بسميه مربع العرض، يعني هنا كده بيكون العرض، اي حاجة بستعملها بتكون معروضة هنا. تالت حاجة وهنا بيكون فيه، يعني مثلا خلينا نجيب اي فيديو وليكن، هنا بيكون فيه لما تحط الفيديو بيكون فيه بقى التحكم في الصوت والسرعة والانيميشن والتلوين. هنا التلوين برضو، والاي اي ستايلز. طبعا الاي اي ستايلز ديت حوارها حوار، ممكن نخلي لها ايه زي يوم لوحده، او ابعت لكم فيديو ليها مختصر كنت انا شارح فيها الجزء ده اصلا. فيها طبعا هنا ادوات التثبيت لو الفيديو فيه اهتزاز والامور دي كلها. هنا بقى الجزء اللي تحت ده اللي بيكون فيه الشغل كله، الجزء اللي انا ماسك بحرك فيه ده اسمه التايم لاين. برضو دي مصطلحات لازم تبقى انت عارف. هنا التايم لاين الجزء اللي انا فيه دلوقتي. طيب اول حاجة عشان تبقى انت فاهمها في البرنامج، انت هنا كده في المربع اللي بتجيب منه البروجكت. يعني انت دلوقتي وليكن عاوز في عميل بعت لك فيديو، انت رحت واخد الفيديو محمله. فخلينا مثلا نجيب فيديو، ده مثلا فيديو لشخص عميل عندنا. فوليكن الفيديو جالي بالشكل ده، اتحط هنا كده، انا بسحبه بالماوس بحطه هنا كده. تمام، ده كده الواجهه، يعني دي كده الواجهه. خلينا نحط تاني الفيديو. عندك هنا الاوديو. طيب ايه بقى اللي بيميز كاب كات عن اي برنامج تاني؟ خليني اقول لك بيميز ازاي. اول حاجه الميوزكس. انت عندك هنا كل قوائم الموسيقى بانواعها، بتاع فلوجات، يعني لو عايز فلوج هتلاقي فلوج، لو عايز كيوت هتلاقي كيوت، لو عايز فاني هتلاقي فاني ضحك، يعني لو عايز حاجات دراما هتلاقي دراما، كل حاجه موجوده. طيب العيب بقى في البرامج التانية اللي انا اصلا المفروض دي انا حاليا بقارن لك وبوريك الفرق. العيب في البرامج التانية ايه بقى؟ ان البرامج التانية ما فيهاش الموضوع ده، لازم انت اللي هتحمل. يعني انت لو مثلا فتحت كاب كات وفتحت بريمير جنب بعض كده، هتحس ان كاب كات بيقول لك اتفضل اشتغل، كل حاجه واضحه قدامك، التايم لاين بسيط، مفيش 100 قايمه فرعيه والجو اللي بتشوفه في بريمير. فلو دي اول مره تفتح برنامج مونتاج مش هتحس برهبه، فاهمني، هتحس ان البرنامج خفيف. احنا مش محتاجين بقى نعقد الامور يعني علشان خاطر نطلع شغل نضيف. هتلاقي بقى كمان المكتبه الجاهزه ديت اللي هي كل حاجه في مكان واحد، زي ما انا فاتح لك دلوقتي مثلا قائمه الميوزك. في البرامج التانية لو عايز بقى مؤثر صوتي، هتروح يا باشا بتعمل ايه بقى؟ بتقوم داخل على جوجل تحمله، وبعد ما تحمله تقوم سحبه حطه في البرنامج. ولو عايز مثلا ترانزيشن برضو لازم هتدور على بلجنز وتروح تحملها ومش عارف ايه وتحطها في كاب كات المكتبه كلها مبنيه جوه البرنامج. طيب فرضا يا عبد الرحمن الحاجه اللي جوه البرنامج ديت انا يعني انا مش عايزها، انا عايز حاجه من بره، برضو تقدر تعمل اللي انت عايزه. طبعا انا عامل لكم حاجه مخصصه ليكم انتوا، هيكون حاجه اسمها ملحقات مونتاج. ملحقات المونتاج ديت هبعتها لكم بعد النهارده، يعني لما نخلص الدوره بتاعت النهارده او اليوم بتاع النهارده، هبعت لكم الملحقات دي. الملحقات ديت فيها انتقالات، فيها بيرولز، فيها مؤثرات صوتيه عشان تتعامل بيها في سوق العمل ان شاء الله بعد ما تخلص الدوره. في كاب كات بقى المكتبه كلها لما تلاقيها مبنيه جوه البرنامج، سواء بقى مؤثرات صوتيه، انتقالات، فلاتر، ملصقات، بضغطه زر واحده بتنزل عندك وتستخدمها. وخلينا نطبق ده عملي دلوقتي، خلينا نبداها واحده واحده. طيب دي كده ده فيديو تحفيزي، تمام. طيب هتيجي هنا على الميوزكس وعندك الساوند افكت. طبعا الساوند افكت دي انا من وجهة نظري انا ما بيفرقش معايا الميوزك بتاع الكاب كات بصراحه، انا راجل معاكم دغري، انا الميوزك بتاع الكاب كات ديت مش فارقه معايا. انا اكتر حاجه عجباني في كاب كات في الساوند افكت وقائمه الافكتات والترانزيشنز والكابشنز. خليني بس ايه ما اقعدش احرق عليكم كل حاجه. وليكن الساوند افكت، الساوند افكت هنا جامده جدا، هتلاقي كل حاجه فيها. يعني تقريبا كل الاصوات اللي انت بتقعد تسمعها في فيديوهات المونتاج هتلاقيها هنا، يعني كل صوت بتسمعه في فيديوهات المونتاج هتلاقي هنا. احنا النهارده ان شاء الله
قبل ما نخش في التفاصيل بتاعه الاوديو والامور ديت هنتعلم التقطيع. طيب التقطيع ده بيتعمل ازاي؟ خلينا نشغل الفيديو. نقطة التقطيع ديت يا جماعة مهمة جدا. ليه؟ لان التقطيع دوت بيفرق بين الشخص المحترف والشخص اللي ما يعرفش حاجة في المونتاج اصلا. انت اهم حاجة في المونتاج، في تقطيعك يعني، تبقى انت فاهم انت بتقص ايه. اول حاجة لو جينا قربنا كده عموما، يعني لما بتيجي تقرب هقول لك بتقرب ازاي. بتضغط على كنترول لما بتقرب التايم لاين، بتضغط على كنترول وتحرك الرول بتاعت الماوس لقدام، هتلاقيها بتقرب لك كده. تسحبها لورا تلاقيها بتصغر لك كده. وصلت دي؟ ان شاء الله تكون دي وصلت لكم. هتيجي مثلا تشغل الفيديو، إذا حطوك بمكان غلط. حلو. هنا في سكوت، يعني تاني عشان تفهموا قصدي. إذا حطوك بمكان غلط، الراجل قال غلط وفي سكوت ما بين الجملة ديت والجملة اللي هيبدأها، فخلينا نكمل. لفترة كافية. حلو. احنا بقى عاوزين نقص دي، فبتيجي هنا. فكك طبعا من ايه، انا ممكن اقول لك اضغط هنا على سبليت يقسمها لك نصين، وتعالى بالتايم لاين على اخر حته في السكوت هنا، واضغط حذف اللي على الشمال فيتحذف اللي على اليمين. لا، مش ده اللي انا عايزه. انا عايزك تتعلم الطريقه الصح، عايز تتعلم الطريقه اللي انت المفروض تخليك سريع. اول حاجه اما تيجي هنا عند الطرف دوت اللي هو خلاص بقى الصوت هنا سكت، بتضغط كنترول بي. في الاول هتبقى صعبه، يعني هي في الاول هتبقى صعبه بس لازما هتاخد عليها. طيب بعد ما تضغط كنترول بي هتيجي هنا كده تحذف اللي ورا. طيب انت عندك زرارين او 3 زراير. خليني اقول لك ال3 زراير. عندك زرارين مهمين جدا، الكيو والدبليو اللي جنب بعض على الكيبورد. الكيو بتحذف اللي على الشمال، حتى هتلاقي على الكيبورد الكيو ناحية الشمال. طيب الدبليو بتحذف اللي ناحية اليمين، هتلاقي الدبليو على يمين الكيو. طيب لما بتيجي تقطع مثلا، يعني وليكن احنا عاوزين نقطع الجزء ناحيتين، بتضغط كنترول بي كده بقت مقسومه يمين وشمال. لو طيرت الشمال ملهاش علاقه باليمين، طيرت اليمين ملهاش علاقه بالشمال. فوليكن احنا دلوقتي لو ضغطنا كنترول بي كمان ورحنا ضاغطين على ديت كده وعملنا ديليت، هتلاقي زرار الديليت موجود عندك في الكيبورد، اضغط عليه هتلاقيها طارت. طب خلينا نرجعها تاني. بترجعها تاني ازاي؟ بكنترول زد. طيب خلينا نشغل الفيديو. السكوت دوت بقى هنشيله ازاي؟ قلت لك بحرف الكيو، فكده اتشالت بحرف الكيو، فبقت الكلمة ملضومة في بعضها، يعني بقت ورا بعضها. خلينا كده نشغل الفيديو. إذا حطوك بمكان غلط لفترة كافية. بس كده، ده اللي انا كنت عايزه. طيب في هنا كات معمول، لان الفيديو ده معمول له كليبنج اصلا وجاي لنا، فانت في الكليبنج بتراجع وراه التقطيع. يعني ايه كليبنج؟ يعني متقطع وجاي لك. فوليكن بتضغط برضو هنا كنترول بي وتيجي هنا على طرف السكوت. بصوا يا جماعه، بتعرف ازاي طرف السكوت؟ من الذبذبات الصوتيه اللي كاب كات عاملها لك. هنا في سكوت اهو، مفيش حاجه او ذبذبات صوتيه، فبتقوم قاطعها بكيو تحذف اللي على الشمال. طيب وليكن انتوا دلوقتي مثلا، خلينا نشغل الفيديو. إذا حطوك بمكان غلط لفترة كافية رح تصير نسخة منه. حلو جدا. خلينا نيجي من هنا، من المكان دوت، يعني خلينا نيجي من هنا كده نقص. هنا برضو مفيش صوت، هنا فاضية اهي. ونيجي على اخر حاجة من هنا. لو انا عايز احذف اللي ناحية اليمين بضغط على حرف الدبليو، بتلاقيه حذف اليمين. طيب خلينا نعمل الكت من هنا ونيجي على الطرف دوت من هنا ونضغط على الكيو. طبعا انت اغلب الوقت هتستخدم الكيو لان انت بتقص من اليمين للشمال. طيب خلينا نكمل الفيديو ونكمل قصقصه واقول لكم برضو. انتوا بصوا يا جماعه، اهم حاجه تطبقوا. إذا حطوك بمكان غلط لفترة كافية رح تصير نسخة منه غصب عنك. وفي ناس مفكرة إنه المشكلة بالإرادة، إنه لازم تكون أكتر. حلو. غصب عنك. من اول هنا هضغط كنترول بي فيقسم لي الفيديو نصين. حلو. واقوم شايل اللي على الشمال ده كله بحرف الكيو. اكمل الفيديو. وفي ناس مفكرة إنه المشكلة بالإرادة، إنه لازم تكون أكتر انضباط. حلو. في هنا سكوت برضو، هضغط كنترول بي يقسم لي الفيديو نصين، وباجي هنا عند الطرف واضغط كيو. طيب ممكن تلاقيني بتحرك كده مسافات صغيره، وممكن تسال نفسك انا بتحرك المسافات الصغيره دي ازاي. هتلاقي كده عندك في الكيبورد ايام ما كنت صغير كده وبتلعب جاتا، هتلاقي فيه 3 اسهم اللي هما بيبقوا جنب بعض دول. السهم اللي تحت بيوديك لاخر الفيديو، السهم اللي فوق بيوديك لغايه اول تقطيع من ناحيه اول الفيديو. طيب خلينا عند اخر تقطيع،
يمين يوديك يمين سنه، شمال يوديك شمال سن. ان شاء الله تكونوا فاهمين قصدي يعني. اللي هي الزراير اللي هي بتاع الجات عارفينها، مش الدبليو لا، اللي هم تحت على اليمين كده بتوع الكيبورد دول. المهم خلينا نكمل. واكثر قوه واكثر تحفيز، بس الحقيقه حلو، هو قال بس الحقيقه ووقف. نقطع ونيجي هنا برضو عند طرف السكوت زي ما انتم شايفين، ونضغط كيو كده اتقصت. ابسط واخطر من هيك. حلو، نضغط كنترول بي. لان بعد كده نقص المسافه دي. لان البيئه اللي حواليك عم تعيد تشكيلك كل يوم. في سكوت هنا، نص هنا. طب هتيجي تقول لي انت ليه ما قصيتش الجزء ده؟ كل يوم لحد البيئه اللي حواليك عم تعيد تشكيلك كل يوم. لان انا لو قصيتها هتبقى وحشه. انا قلت لك التقطيع بيبقى محتاج ذكاء، مش محتاج ان انا بقص السكوت وخلاص. يعني خليني كده اقص لكم، بصوا هتبقى عامله ازاي. تشكيلك كل يوم لحديث عليك عم تعيد تشكيلك كل يوم. شلت العمق اللي في اللقطه. يعني ايه شلت العمق اللي في اللقطه؟ يعني خليني ارجعها لكم عاديه زي ما كانت. لان البيئه اللي حواليك عم تعيد تشكيلك كل يوم. حلو، لو انا بقى رحت مرجعها تاني زي ما انا كنت عاملها، بص هتبقى عامله ازاي. البيئه اللي حواليك عم تعيد تشكيلك كل يوم. ما بقتش احسن حاجه. طيب ازاي رجعت الحاجه كده تاني؟ يعني لما استنى كده، احنا دلوقتي خلاص عملنا تاني كنترول زد ورجعناها زي ما كانت. ازاي بقى ارجع الحاجه اللي انا كنت عاملها كده بالشكل ده؟ بتضغط كنترول شيفت زد. طيب عاوز ارجع الحاجه اللي انا كنت عاملها عاديه، اللي يعني اللي قبليها، بضغط كنترول زد. طيب انا دلوقتي مثلا هشرحها لكم بطريقه احسن. انا دلوقتي قصيت كده ورحت ماسح كده وما عجبتنيش، بضغط كنترول زد عاد ارجعها. طب والله لقيت لا، اللي انا كنت عامله صح، فاقوم ضغط كنترول شيفت زد ترجع تاني زي ما كانت. لكن احنا هنضغط كنترول زد وبس، ونسيب اللقطه عشان العمق بتاعها. ان شاء الله الفيديو ما دام متسجل الدنيا تبقى سهله بالنسبه لكم لما نبعته تاني. لان البيئه اللي حواليك عم تعيد تشكيلك كل يوم. الاحاديث اللي بتسمعها هيسكت هنا، كنترول بي. الافكار بشوف يا جماعه، بصوا بجيب اخر مرحله سكوت وبقوم قص. الافكار اللي بتضلها بتتكرر قدامك. في برضو هنا سكوت كبير، ده لازم يتقص. في سكوت كبير هنا. الناس اللي بتضلك بتقضي وقتك معاها. في برضو هنا سكوت كبير، بضغط كنترول بي وباجي هنا على الطرف واضغط كيو. طبعا انت ممكن في الاول تحس ان الموضوع صعب، وده شيء طبيعي. كل ما هتطبق اكتر كل ما ايديك هتبقى سلسه اكتر. كل هاد عم يبنيك. خلينا نكمل. برضو كنترول بي شوي شيل. شوي شوي. كنترول بي شيل بالكيو. اذا كل الناس اللي حواليك مقتنعه كنترول بي شيل انه بالكيو. النجاح مستحيل، برضو كنترول بي بعد شيل بالكيو. طبعا انا بعمل بسرعه عشان انا متمرس على البرنامج، انما انت مش مطلوب منك تعمل بالسرعه دي. انت بس يعني طبق كتير وهتوصل للليفل احسن من ده ان شاء الله. بعد فتره قص. رح تبلش تصدقهم. كفايه قوي كده. تمام كده، ده الكات. بص الفيديو هتلاقي رتمه بقى اسرع والدنيا بتاعته بقت لذيذه. اذا حطوك بمكان غلط لفتره كافيه رح تصير نسخه منه غصب عنك. وفي ناس مفكره انه المشكله بالاراده، انه لازم تكون اكثر انضباط واكثر قوه واكثر تحفيز، بس الحقيقه ابسط واخطر من هيك. لان البيئه اللي حواليك عم تعيد تشكيلك كل يوم. الاحاديث اللي بتسمعها، الافكار اللي بتضلها بتتكرر قدامك، الناس اللي بتضلك بتقضي وقتك معاها، كل هاد عم يبنيك او عم يدمرك شوي شوي. اذا كل الناس اللي حواليك مقتنعه انه النجاح مستحيل، بعد فتره رح تبلش تصدقهم. اذا طيب تمام، دي كده مرحله الكات. خلينا نقفل التسجيل على مرحله الكات.